من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية، خاصة الفتيات. الآن الفتاة لو تريد أن تصنع هذا شاي، ترى برد ما شربته، لا اشرب خلاص يا شيخ. ما أشربه راح، لكن الآن أريد أن أشربه، تجد أني أضع الجوال وأضع بجواره وردة ثم أرسله، وتروح هي للكافي أو يسمونها المقهى، أو تذهب إلى مطعم، أو تشتري آيس كريم، أو تشتري لو فصفص حب يا شيخ، ولو تشرب ماء. بدأت تصور من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية. أما النعم الظاهرة يعني الإنسان طويل ما يقدر يخفي طوله، وإنسان سمين هذا خلق الله، لكن لا يجي يقول النبي سنسافر واشترينا واختفينا ورحنا المطاعم. يا أخوان لا تدخلوا شيخ والله تلقاه كئيب، هذا واقع افتراضي. أين